بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة تحدثت عن المقطع الذي يتحدث فيه المدير، ورأيت أناسا في التعليقات يرمونني بالأوصاف التي لا تنطبق علي في شيء، لكن هذا لا يهمني. غير فيديو أرسل إلي لرجل يقول إنك لطفل صغير في العلم ومثلك لا يناقش. وزعم أن أمثالي يتعلمون منه. فلما سمعت هذا وقع في ذهني أنه عربيد قليل المعرفة لا علم يدعيه. إن كنت حقا تراني طفلا صغيرا في العلم، فأين كنت عندما يتحداكم الأستاذ المصري؟ فأين كنت عندما يتحداكم واحد من علماء المركز، من أساتذة المركز، الأستاذ المصري؟ وما أدراك ما الأستاذ المصري؟ فربما أو فلعلك تشك يعني في عزوتي إياه للمركز. هو خريج دار العلوم لجبهة العلماء والأئمة التي تأسست على يد الشيخ آدم وعلى مشورة الأمير التاسع لمدينة لوري. هذا الشيخ متقدم في السن، تحداكم، ليس أنت فقط، تحداكم جميعا بما فيه كبار علمائكم. لا يوجد حتى ولا واحد منكم، فقط أنتم تتوارون خلف مجالسة ومناظرة أهل البدع. لا تجوز مناقشة ومجالسة ومناظرة أهل البدع ناقلة للمنهج والأفكار السلفية وعقائدهم. في حين وجدنا مرات في الكتب حيث ناظر أكبر مشايخكم ابن تيمية علماء عصره، ناظرهم وناقشهم، الأمر الذي سبب له المحاكمة وسجن حتى مات في السجن في القاهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا لا أريد أن أتحدث أو أتحدث عنك كثيرا، طيل عليك وقتا أنت بجانب. إلى نصب الموضوع، إلى صاحب المعرفة، صاحب 3 أزواج، أنية ومتع، الذي يدعي المعرفة والذي يدرس مدير المركز القواعد النحوية. صدقوني والله إنه أنية ومتع إنه لا يوازي شبر جناح البعوضة. أنية ومتع لا يوازي شبر جناح البعوضة في العلم حتى يصحح المدير. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم. أيها صاحب 3 أزواج، أريد أن أسألك سؤالا، لأنني سمعت أنك تخرجت في إحدى الجامعات بالمملكة السعودية العربية. في أي كلية تخرجت؟ لأنني منذ بدأت أتابع صفحتك في الفيسبوك ما استفدت غير هذرا والترهات ومشكلة كل يوم. المدير مشكلة، مشكلاتكم مدير،
مشكلتكم مدير. لا، لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا وأنت تدعي؟ والله العظيم أقسم وأنا أحلف لكم، بالمحرجات الثلاث. أنا أقسم لكم بالمحرجات الثلاث. إن هذا الرجل المسمى بيوني أو متى لا يساوي كلامة أبي ثمامة في العلم. والله العظيم أنت تتحدى المدير، لا تتحدى المدير، تحداني. والله العظيم أنت لن تستطيع أن تجاريني في القواعد العربية التي أنت تدعيها. والله التي أنت تدعيها. أنا لا أقيد، لا أقول القواعد النحوية فحسب، قواعد النحوية والبلاغية والعرضية وهكذا، طالما يتعلق علم ما بالعربية أنت لن تستطيع أن تجاريني فيها. ما مشكلتك؟ حتى لو أعانك نذيرك يلمة، لأنني لا أراكما شنا وطبقة وحدة وبندقة في هذا المجال. وإن كنت تشك في هذا فخص يوما للبث المباشر، فخص يوما. أنا لا أختار لك. أنت أدرى بأي يوم يكون لك مناسبا فتستعد أو لتستعد. لأني إن اخترت الغد مثلا فلعلك لا تملك يعني فيه معلومات حاضرة فتحتاج إلى الاستزادة، وأنت تقول عار عظيم على المدير. والله لولا أني لا أريد أن يقال إن طلحة يسب أو إن طلحة يفعل كذا، ولولا أني أترفع عن المشاتمة لقلت أنت أعيب، لقلت إنك لأعيب من بغلة أبي دلامة.